كيلو وينك؟ إذا متابعينا الكرام مشاهدينا الأفاضل، نتابع وإياكم انطلاقاتنا في هذا الصباح. متعة جديدة، إثارة جديدة، ندية، قوة بين هذه الأسماء والشعارات من أجل الصدارة ومن أجل المركز الأول. إذا متابعينا الكرام، شوطنا السابع للإبكار المفاريد، ومن مسافة 2 كيلومترات هي رحلة هذه الأسماء والشعارات. نبدأ مع البداية هنا، حايل على المركز الأول وشعار نزال بالنشمي الشمري يقدم لنا حايل من تتقدم على المركز الأول، بينما المركز الثاني القادمة على المركز الثاني وصلت الخليجية عبد الله بن نافل الشمري ليقدم لنا الخليجية، بينما المركز الثالث وصلت شواهين عبد الله بن جابر بن جريو المري ليقدم لنا شواهين. القادمة أيضا الواصلة شواهين وشعار سيف بن سالم بن قنزول العامري ليقدم لنا شعار ليتقدم نحو المركز الثاني. المركز الخامس والله أسماء وشعارات قادمة. أول القادمين امشاك سحوران بن راضي الشمري، وأيضا القادم سيف بن سالم بن قنزول العامري. ولكن العودة إلى البداية، العودة إلى حايل من تتقدم على المركز الأول نزال بالنشمي الشمري. يا مرحبا بك، يا مرحبا بهذا الشعار، يا مرحبا بهذا الاسم. نزال بالنشمي الشمري يقدم لنا حايل من تتقدم مع المركز الأول، والعصا بالابطان والعرض التلقائي. التوقيت مطلوب لمالك هذا الشعار. الفارق الكبير، عطنا الفارق يا مخرجنا. غادرت حايل بشعار نزال بالنشمي الشمري. مرحبا بك في عالم الهجن الأصيل، مرحبا بهذا الشعار، وهذا بداية الإنجازات بإذن الله تعالى. إذا تهانينا والف مبروك. التوقيت في خطر مع هذا الاسم ومع هذا الشعار. حايل نزال بالنشمي الشمري وبدون أي أوامر تذكر. إذا متابعينا الكرام، يتحطم التوقيت الزمني تحت أقدام حايل 3 دقائق 2:26 جزءا من الثانية. يتحطم ويسجل كأفضل توقيت في هذا الصباح وبدون أي أوامر تذكر. المركز الثاني شواهين سيف بن سالم العامري. المركز الثالث الشاهينية وشعر فيصل بن طالب بن شريم المري. المركز الرابع والخامس عند لجنة الخط والتحكيم. إذا تهانينا والف مبروك.